في مشكلة الرجالة كتير مش بتتكلم عنها، مش لأنهم مش عايزين، بس لأنهم مش عارفين يبدأوا منين. ومع كل إعلان بيعدي وكل بوست بيرعبك الثقة بتقل أكتر والخوف بيزيد. النهاردة هنتكلم بصراحة، مش علشان نفضح، لكن علشان نفهم ونساعد ونعرف نتحرك. خليني أبدأ معاك بالسؤال الكبير، يعني إيه ضعف جنسي أو ضعف في الانتصاب؟ المصطلح الطبي هو ضعف الانتصاب erectile dysfunction، وده معناه ببساطة إنك مش قادر توصل لانتصاب كافي للعلاقة أو تحافظ عليه. ومهم تعرف، لو حصلت لك المشكلة دي مرة أو مرتين مش معناه إن عندك ضعف جنسي. الطبيعي إن ده يحصل لأي راجل بسبب الإرهاق، التوتر أو القلق، لكن لو الموضوع بقى مستمر ساعتها لازم تبصله بجدية. إزاي تعرف إن عندك مشكلة حقيقية؟ لو بتحس بواحد أو أكتر من دول بشكل مستمر، صعوبة في بدء الانتصاب مش بيستمر كفاية، انخفاض ملحوظ في الرغبة الجنسية، قلق مستمر من الفشل في العلاقة، ساعتها لازم تتحرك وتشوف السبب، مش تهرب ولا تلوم نفسك ولا تعيش في خرافة. مفيش سبب واحد، فيه مجموعة أسباب ممكن تؤدي للمشكلة، وأحياناً بيكون أكتر من سبب مع بعض. أسباب نفسية زي التوتر المزمن، الاكتئاب أو القلق، مشاكل في العلاقة، الضغط العصبي اليومي، أو أسباب جسدية، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السمنة، انخفاض هرمون التستوستيرون، مشاكل في الأعصاب أو الدورة الدموية. وممكن أسباب دوائية، بعض الأدوية ممكن تأثر على القدرة الجنسية زي أدوية الضغط، مضادات الاكتئاب، أدوية القلق. طب إزاي بيتشخص؟ الطبيب ممكن يطلب منك تحاليل دم لهرمون التستوستيرون، سكر، كوليسترول، قياس ضغط الدم، مناقشة التاريخ الصحي والنفسي، وأحياناً اختبار بسيط أثناء النوم لقياس الانتصاب الليلي اللي بيدل إذا المشكلة نفسية أو جسدية. أشهر الخرافات اللي لازم نبطل نصدقها: اللي عنده ضعف جنسي مش راجل، خرافة سامة. الضعف الجنسي مرض زي أي مرض تاني، ليه أسباب علمية وطرق علاج. أدوية الانتصاب هتخليك تعتمد عليها مدى الحياة؟ غلط. الأدوية دي حل مؤقت، لكن في كتير من الحالات ممكن تتحل المشكلة من الجذر. كل ما تكبر في السن لازم يحصل لك كده. مش شرط الصحة الجنسية مش بتتدمر مع السن، بالعكس ممكن تفضل كويسة لو مهتم بصحتك العامة. طب إيه الحل ونعمل إيه؟ علاج طبي، أدوية زي السلدينافيل وفياجرا أو تدالافيل لو في مشكلة هرمونات. العلاج بيبقى بأدوية هرمونية بإشراف طبي طبعا. علاج نفسي سلوكي، جلسات علاج نفسي لو المشكلة ليها جانب نفسي، وده شائع جدا. علاج الزوجين سوا أحيانا بيساعد جدا. تعديل نمط الحياة، أكل صحي، تمارين رياضية، نوم منتظم، تقليل التدخين والكحول. خلاصة مهمة جدا: الضعف الجنسي مش نهاية الرجولة ومش نهاية العلاقة. ما تخليش الخوف أو العيب يمنعك من إنك تطلب مساعدة. الحلول موجودة، والمشكلة منتشرة أكتر مما تتخيل. أول خطوة إنك تتوقف عن جلد ذاتك وتبدأ تفهم جسمك. أنت تستحق تعيش حياة صحية متوازنة فيها راحة نفسية وجسدية، وما تستناش لحد ما المشكلة تكبر. كل ما بدأت بدري الحل بيكون أسهل.